في زقاق قديم من أزقة دمشق العريقة، حيث تتعانق الحجارة مع ذاكرة الزمن، اعتاد صاحب مطعم شامي أن يلاحظ رجلا عراقيا غريبا يزور مطعمه كل يوم. يدخل بهدوء ويطلب رغيفا واحدا، يجلس وحده يأكل نصفه بدقة متناهية، ثم يترك النصف الآخر على الطاولة ويغادر بصمت دون أن ينطق بكلمة. تكرر المشهد 4 أيام متتالية حتى أثقل الفضول صدر صاحب المطعم، فقرر في اليوم الخامس أن يكسر الصمت. اقترب منه وسأله بلطف: يا ضيفنا، أراك تأكل نصف الرغيف وتترك نصفه، فما سر ذلك؟ ابتسم العراقي بوقار وقال: أنا تاجر من بغداد، جبت بلادا كثيرة ولم أجد شعبا يقدس عهد الخبز والملح كما يفعل أهل الشام، فأكلت نصف رغيفي، ولم أجد بعد من يستحق أن يشاركني نصفه الآخر. أدرك الشامي بفراسته نبل الرجل، فقال له: إذا أنت اليوم ضيفي، واصطحبه إلى بيته حيث تعيش أمه وابنة عمه اليتيمة التي أحبها منذ الصغر وكان يستعد للزواج منها. دخل البغدادي البيت، وما إن وقعت عيناه على الفتاة حتى أعجب بجمالها وحيائها وأدبها. وبعد أن انتهت الوليمة فاجأ ضيفه بطلب ثقيل أقسمه بالخبز والملح ألا يرده خائبا، وطلب يد ابنة عمه للزواج. وقع الطلب على قلب الشام كالصاعقة، لكنه وجد نفسه أمام امتحان لا يقبل التراجع بين قلبه ووفائه، فاختار أن يحفظ العهد وضحى بحبه وقال: هي لك. وخلال أسبوع تم الزواج، ورحل البغدادي بعروسه إلى بغداد، وبقي الشامي وحيدا مع صمته وجرحه. مرت السنوات وقست الدنيا على الشامي. مرضت أمه ثم توفيت، وتدهورت تجارته حتى باع مطعمه وأنفق كل ما يملك، فصار فقيرا وحيدا. فتذكر صديقه البغدادي الذي ذاع صيته وصار من أثرياء العراق، فشد الرحال إلى بغداد ووصل إلى قصره المهيب. طرق الباب وأخبر الخادم باسمه ورغبته في اللقاء. غابت طويلا ثم عادت ومعها كيس مليء بالذهب، وقالت إن سيدها يقرئه السلام ويرسل له هذا الكيس. اشتعلت كرامة الشام غضبا، وظن أن صديقه يتهرب من لقائه ويريد شراءه بالمال، فرمى الكيس على الأرض وخرج باكيا متسائلا: أهذا هو الوفاء؟ ضاقت به الدنيا، فلجأ إلى مسجد في بغداد، وهناك التقى رجلا مسنا رأى فيه الخير، فعرض عليه أن يعلمه أصول التجارة. اجتهد الشامي 3 سنوات حتى استعاد ثروته، وصار تاجرا مشهورا، وبنى قصرا يفوق قصر صديقه. يوما جاءت امرأة عجوز تطلب العمل، خادمة لديه فرق قلبه لها وقبلها، وبعد مدة اقترحت عليه أن يتزوج فتاة يتيمة ترعاها، فوافق وأقيم عرس كبير دعي إليه كبار تجار بغداد، وكان بينهم البغدادي. حين رآه الشامي لم يتمالك نفسه وعاتبه أمام الحضور على ما فعل سابقا، فابتسم البغدادي بهدوء وقال: حين جئتني كنت أراك من الشرفة، ولم أرد أن تدخل على زوجتي وأنت مكسور، فأرسلت لك الذهب لتستعيد كرامتك. أما الرجل الذي علمك التجارة فهو أبي، والعجوز التي تخدمك هي أمي، والعروس التي ستتزوجها اليوم هي أختي. دبرت كل هذا لتعود مرفوع الرأس، واليوم جئت لأشهد زواج أوفى الرجال. ساد الصمت، وأخرج البغدادي نصف رغيف خبز وقسمه بين الحضور، وقال: هذا هو الخبز والملح، ومن الأخلاق ألا نرمي حجرا في بئر شربنا منه. وتعانق الرجلان، وبقيت الحكاية شاهدا على أن المعروف لا يضيع بين النبلاء